قبيلة حمر حاربت مع المجاهد أحمد هيبة في زمان الاستعمار، رغم أن القائد عيسى بن عمر كان ضده. في زمان كان فيه القرار بيد القائد خرجوا رجال من حمر بلا أوامر. 400 فارس متطوع لباو نداء الشيخ أحمد الهيبة اللي قاد المقاومة ضد المستعمر، مشاو للجهاد دفاعا على الأرض وعلى الدين. 1912 كانت عبدة تابعة لقيادة إقليمية واسعة كتضم دكوالة وعبدة وحمر، وكان عيسى بن عمر هو القائد على عبدة وحمر، ومهمته الأساسية وهو يأمن الطريق ما بين مراكش وآسفي لفائدة المستعمر. لكن في 1913 من زار السلطان المولى يوسف بلاد عبدة ونزل عند القائد عيسى بن عمر، ملي رجع شدد على ضرورة الرجوع للقيادة الصغرى كما كان الحال في عهد السلطان المولى الحسن الأول. وفي نفس العام تم الفصل ديال عبدة على حمر، وقبل ما يدخل المستعمر للبلاد وقبل ما يتولى عيسى بن عمر القيادة عرفت هذه الأرض بزاف ديال القياد، وكل قائد جاب سياسة مختلفة ولكن الهدف كان واحد: التحكم في الأرض وفي الناس. ومن أبرز قياد قبيلة حمر القائد عمر الشلح من ولاد عيسى اللي مات في 1848، القائد محمد بن عبد السلام الصوبية من الزرارة اللي مات في 1859، القائد هدي بن الضو اللي حكم قبل زمان الاضطرابات واللي استمر في الحكم ديالو تقريبا 22 سنة. هذه المدة الطويلة اللي حكمها كتبين ثقة القبيلة فيه وثقة المخزن اللي كيعتبروه ركن من أركان الاستقرار ديال هذه المناطق. هدي بن الضو كان مسؤول على إرسال الضرائب للمخزن، حفظ الأمان وفك النزاعات، والتحدي الكبير هو يرضي المخزن وبلا ما يخسر القبيلة. ملي تولى السلطان المولى الحسن الأول الحكم أرسل ليه القائد رسالة البيعة اعتراف مبكر بالسلطان مقابل تثبيت النفوذ والشرعية. في 1888 توفى القائد وانتهت مرحلة من تاريخ حمر، وهو ما كانش بطل أسطوري بل نموذج لقائد محلي عرف كيفاش يحافظ على التوازن بين الأرض وبين العرش. ومن بعد تولى ولده الجلالي القيادة، وفي العهد ديالو ولات المنطقة واحدة من أهم القوى القبلية اللي كيعتمد عليها السلطان. الجلالي شارك في حركة تاجة سنة 1883 لضمان نفوذ المخزن في المناطق المتضاربة، وساهم أيضا في إخضاع قبائل سوس وتافيلات المتمردة ضد المخزن. هذا الدور كسبوا ثقة السلطان، ومنع أيضا الزيارات اللي كانت كتقدمها القبيلة للزوايا، والهدف توجيه ولاء القبيلة للمخزن فقط وتقليص تأثير القوى الدينية على القبيلة. ملي توفى الجلالي تولى ولده أحمد بن الجلالي القيادة عام 1890، لكن هذا المجد ما غيستمرش. ملي توفى السلطان المولى الحسن الأول انتفضت قبيلة حمر ضد القائد وحاصروا القصبة، ومن بين الفرق اللي شاركوا في هذه الانتفاضة كانوا الفطانصة والخوالقة والرياحة والكرارمة. أما قبائل ولاد معاش والمصابيح تاخذوا موقف محايد. في هذا الهجوم هدموا القصبة ديالو وسلبوا الممتلكات ديال القائد، والقائد ملي رجع من جنازة السلطان اضطر يرجع لآسفي. ما تنساوش تتابعونا على مدرسة الزمن باش نكملوا قصة قبيلة حمر. ما تنساوش تخليونا تعليق وتبارطاجيو الفيديو باش تشجعونا نكملوا في الطريق.